كندا ولا امريكا؟ السؤال ده ناس كتير سالته قبل كده، بس النهارده انا قررت اجاوب عليه. لكن طبعا عشان انتوا عارفين انا ما بحبش اتكلم على حاجه انا ما عشتهاش، فالنهارده جايب لكم امثله من ناس كانت بالفعل عايشه في امريكا. هنتكلم النهارده على الفرق ما بين كندا وامريكا من ناحيه 3 حاجات. اول حاجه خالص ماديا، وتاني حاجه اجتماعيا، وتالت حاجه امنيا. وبرضه هتكلم على موضوع الجزء بتاع الهجره، ايه انه اسهل وانه احسن نسبيا. اول حاجه خالص لو تيجي نتكلم على ماديا كل اصحابي اللي راحوا امريكا بكلامهم كله ان المرتبات في امريكا اكتر بكتير، احسن بكتير، والمعيشه هناك احسن بكتير فيما يتعلق بتكلفه المعيشه. يعني على سبيل المثال هنا انت لو تيجي تاجر مثلا في فانكوفر بيت مثلا اوضتين او شقه اوضتين او 3 اوض، انت ممكن متخيل تدفع لك مثلا في حدود مثلا 2800 ل 4000 دولار حسب المساحه بتاعتك. لكن هناك بيقول لك الكلام ده بتقدر تاجر بيت كامل بالدولار مثلا ممكن تحاول تدفع لك 2500 دولار. طبعا في اماكن مختلفه امريكا طبعا ولايات كتيره، لكن بشكل كبير المعيشه هناك تعتبر ارخص نسبيا من هنا. تكلفه الاكل هناك بيقولوا عليها ان هي برضو ارخص من هنا. ما اتكلمش على حد برضو عايش في امريكا لوحده او عايش في كندا لوحده، لا، هو ناس اصحابي كانوا عايشين هنا في كندا بعد كده راحوا امريكا بعد كده رجعوا تاني. فبالنسبه لتكلفه المعيشه او بالنسبه للاسعار وبالنسبه للماديا هو يعتبر امريكا احسن منها. طيب نيجي نتكلم على الجزء الاجتماعي. هنتكلم على الجزء الاجتماعي ده، الحياه الاجتماعيه عامله ازاي. يعني يمكن دي اكتر حاجه الناس قالت عليها، ان مش اكتر حاجه، يعني من الحاجات اللي الناس اكدت عليها ان كندا تعتبر نسبيا احسن شويه. وهقول لكم من وجهه نظر خبرتي الشخصيه ليه كندا ممكن تكون احسن. وهو ان المجتمع في كندا الى حد ما كل الناس شبه بعض بشكل كبير. يعني معظم الناس اللي جايين هنا نفس الثقافه ونفس التعليم ونفس الطرق اللي جم بيها كندا. فبالتالي مثلا معظم الناس جايه عن طريق الاكسبريس انتري، فدول كلهم ناس معينه متعلمه تعليم معين وعارفه لغه معينه وعندهم مقدره ماديه معينه. الناس اللي جايه عن طريق الشغل فبعد اجراءات كتيره ومكثفه قدروا ان هم يحصلوا على عمل هنا عن طريق مثلا انتر كومباني ترانسفير او اي حاجه تانية. الناس اللي هي جايه دراسه فبالتالي هم ناس جايه تدرس. امريكا الموضوع مختلف شويه، الناس السيجمنت بتاعت الناس مختلفه. انت ممكن عادي جدا تلاقي دكتور في الجامعه، ممكن عادي جدا تلاقي هناك حد مثلا شغال في اعمال من الاعمال اليدويه الحرفيه البسيطه بتاعتنا. الموضوع مختلف شويه لان امريكا بتسمح لك ان انت لو رحت هناك ممكن انت تقعد اكتر من الفيزا، بتكسر فيزا، ودي يمكن ناس حاجه من الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها. فبالتالي هنا اصحابنا اللي كانوا موجودين هنا وراحوا امريكا فبيقول لك ان احنا هنا كنا شويه، يعني عارف انت الناس عارفه بعض اكتر، الناس يعني متجانسه مع بعض اكتر. هناك الموضوع بيكون فيه شويه سيجريجيشن. يعني انا حتى مثلا صحابي اللي كانوا هنا وكانوا مقربين جدا وقعدت كنت شويه اسالهم ايه الاخبار، عملتوا صحاب ولا لسه؟ صحابنا دول اللي احنا بنتقابل مع بعض كل اسبوع كسواء افراد شباب او اسر، يعني عملتوا ايه عندكم؟ لا الموضوع مش احسن حاجه، ما لقيناش لغايه دلوقتي حتى، يعني بعد مرور اكتر من 3 سنين للاسف لسه الموضوع ما هوش احسن حاجه. وناس تانية برضو بيقولوا نفس الكلام. فيعتبر اجتماعيا الوضع في كندا الموضوع احسن شويه. نتكلم على موضوع امنيا، يعني امنيا احساس بالامان وحاجات زي كده. طبعا كندا بلا منازع كندا تعتبر يعني احساسها احسن بكتير. طبعا في بعض المناطق وقدرا، يعني يمكن احسن اكتر منطقه في كندا فيها نسبه جريمه هي موجوده عندنا في فانكوفر، هي في سيري، مدينه اسمها سيري في جريتر فانكوفر اريا. لكن بخلاف دوت فهو كندا بشكل عام الامان فيها كتير عادي جدا، عادي جدا تسيب حاجتك. في طبعا سرقه وفي حاجات وفي قتل وفي مش عارف ايه وفي لكن النسبه ان انت تبقى ماشي في الشارع في امريكا في بعض الاماكن، الكلام ده على فكره بس عشان ما حدش يفتكر ان انا بفتي ولا بهلس ولا حاجه، لا الكلام ده من ناس عايشين اوريدي هناك ويقول لك ان انت عادي جدا ممكن في اماكن معينه ممنوع تمشي فيها بعد الساعه مثلا الساعه 7 او 8 بالليل. البلطجيه عادي جدا ممكن اللي هم الناس اللي هناك الجانجز ممكن ياخدوا منك حاجتك. يعني الموضوع هناك صعب جدا. هنا انت في كندا مفيش اي حاجه من الحاجات دي، ما شفتهاش انا على الاقل يعني على مدار 5 سنين. فكده دول يمكن 3 حاجات رئيسيه اللي هو اجتماعيا وماديا والامنيا. في ممكن نتكلم تاني برضو على نقطه تانية وهي فكره الهجره نفسها. برامج الهجره، مين برامج الهجره بتاعته انسب؟ يعني لو نتكلم على برامج الهجره بلا منازع هتكون كندا. طبعا كندا عندها برامج هجره بالهبل عشان تيجي، او اكبر دوله، تاني اكبر دوله في العالم، عندها برامج كتير جدا اكتر من يعني 90 برنامج هجره تيجي. لكن كان امريكا هي برامج محدده جدا، اللي هو برنامج اللي هو مثلا الهجره العشوائيه لو انت عايز تهاجر، او موضوع بقى الجرين كارد اللي تحصل عليه بعد دراسه، وده يمكن حاجه طريق طويل صعب جدا، او بعد عمل برضو طريق ما هواش اسهل حاجه. تلاقي عادي جدا ان انت تلاقي ناس بقى لها في امريكا مثلا 10 15 سنه معهاش جرين كارد، او مثلا
معاها جرين كارد ولسه ما حصلتش على الجنسيه، بينما كندا هنا انت خلال 3 سنين من حصولك على البي ار تقدر تقدم على الجنسيه. ده يعني ده حاجه سهله جدا جدا. فيمكن دي الحاجات اللي بتتكلم عليها. طب يعني في حاجات تانية، في نقط تانية، في مثلا التامين الطبي في كندا عامل ازاي والتامين الطبي في امريكا. يعني مثلا هنا التامين الطبي ده انا اعتقد ممكن تقول تحت ماديا او اجتماعيا، يعني ممكن نتكلم عليه. التامين الطبي في امريكا مثلا، في كندا هنا مجانا لكل الناس اللي موجوده في البلد، بتروح كل المستشفيات وكل العيادات وكل حاجه طبعا مجانا من خلال كارت اللي اسمه الام اس بي بتاعك. ما اعرفش كل مقاطعه مختلفه، لكن هنا مجانا. بس طبعا في طبعا تحفظات على النظام الطبي، في تاخير في لكن اي حاجه انت المفروض بتقدم لك مجانا وما عندكش بديل اصلا. يعني انت ما فيش حاجه اسمها تروح تتعالج في حته ثانيه بفلوس. طبعا في امريكا تقدر تتعالج في حته ثانيه بفلوس، فدي حاجه يمكن ايجابيه. لكن التامين الطبي بتاعهم حتى لو الشركه بتاعتك بتدفع لك التامين، يعني هنا يمكن اغلب الناس اللي شغاله شركات بتدفع لهم التامين، لو ما بتشتغلش الدوله بتدفع لك التامين بتاعك. بس هناك لو انت الدوله الشغل بيدفع لك التامين، لازم برضو ان انت تدفع فلوس اكتر للتامين الاكستندد بتاعك، اللي هو كان ممكن يوصل مثلا $300 للفرد في الشهر، حاجه كده، رقم خزعبلي كده انا ما تخيلتوش. فيمكن دي الحته دي شويه مهمه. بس يمكن دي النقاط اللي اتكلمت عليها النهارده. لو حد عنده اي حاجه اضافيه، حد عايش في امريكا دلوقتي ممكن يقول لي ملاحظات على الكلام اللي انا بقوله ده. يعني الكلام طبعا بتكلم على امريكا، يعني مش بلساني، بلسان اصدقاء ليا مقربين جدا جدا عايشين هناك. وممكن الفيديو الجاي هيكون على هل حد يحب يرجع تاني من امريكا او من كندا يروح امريكا ولا لا. فدي ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. مره تانيه لو عندكم اي كومنتس او اي حاجه تسيبها لي في الكومنتس هنا. وما تنساش لو انت وصلت لغايه دلوقتي ان انت تعمل لايك وشير للفيديو بعد ما تخلص، وتابعني، لازم تتابعني، يعني خد من وقتك دقيقتين كده تعمل متابعه للصفحه بتاعتي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مره تانيه خلوا بالكم على نفسكم ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.